ليه دايما السمنة؟ ليه دايما ظالمين معانا الكرش؟ ليه مدخلين دايما معانا الدهون في كل المشاكل؟ اي حاجة بتحصل في الجسم لازم نحشر معاها حوار الدهون. ليه دايما معلقين شماعة مرضنا على بس الدهون؟ ما في اسباب كتيرة غير الدهون. ليه بس دايما الكرش والسمنة والجناب والدهون اللي عندنا في الجسم هي اللي تشيل المشكلة دي؟ مالها لو شايلناها الحياة تاني؟ ليه لازم نظلم معانا الكرش؟ للاسف السمنة هي السبب رقم واحد يعتبر في اغلبية الامراض اللي ممكن تحصل في الجسم، منها مرض السكري والضغط وامراض الشرايين وامراض القلب ومشاكل اللي بتحصل للديسك، وحتى تاخر الحمل والانجاب سواء عند الراجل او عند الست برضه بتكون من اسبابها القويه السمنه. مشكله السمنه انها لما بتكون متواجده عند حد مش بس انها سبب لمرض معين، لا هي لو في مرض اصلا عند الشخص ده فهي بتزود من المرض ده، او حتى ممكن تزود من اعراضه عنده، فبتخلي مشاكل اكتر بكتير من لو كان متواجد المرض ده لوحده من دون السمنه. فهي السمنه تعتبر مرض جبار جدا، على اساسها بتحصل مشاكل كتير جدا جوه الجسم. فيلا بينا نعرف ايه علاقة السمنة بده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الدهون عندنا اللي بتتكون جوه الجسم بيكون ليها اشكال مختلفة جوه الجسم، منها الخلايا الدهنية اللي موجودة في الكرش والجناب والافخاذ، دي اللي هي بتكون طبقات الدهون اللي احنا في الاخر بنوصفها بالكرش وغيره. وفي النوع تاني زي الكوليسترول وفي الاحماض الدهنية. ايه علاقة ده كله بمشكلة الدهون بالمشاكل اللي بتحصل جوه الجسم؟ ادينا هنيجي المشكلة بالتفصيل. نبدأ باول مشكلة واشهرها عامة وهنا في مصر بالذات، واللي هو مرض السكري. مرض السكري بيحصل ليه؟ بسبب السمنه. انت وقت ما بتكون بتعاني من السمنه غالبا بتكون بتدخل اكل كتير جدا او سعرات حراريه كتيره جدا جوه جسمك، واغلب السعرات الحراريه اللي داخله جسمك دي بتكون عن طريق العيش والمكرونه او اللي هي الحلويات والسكريات، تدخلهم بنسبه كبيره جدا وبنسبه غريبه جوه جسمك، فبالتالي عليت السعرات. فالمشكله دي او مشكله زياده السعرات عن طريق النشويات او عن طريق الكربوهيدرات دي تروح مدخلاك على طول حوار السمنه، ومن حوار السمنه يروح يدخلك في مشكله تانية اسمها انسولين ريزيستنت او مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين دي العتبه الاخيره اللي بعدها على طول بيحصل لك مرض السكري. مع تطور امر وزياده في الوزن وكميه سعرات اكتر داخله عليك، هوب لقيت نفسك حولت من مقاومه الانسولين اللي انت اصلا ما عالجتهاش ودخلت على طول في السكري من النوع الثاني. تاني اشهر مشكله بتحصل بسبب السمنه واللي هو تصلب الشرايين. من شويه قلنا ان في من انواع الدهون دي اللي جوه الجسم حاجه اسمها الكوليسترول. الكوليسترول ده فيه مني شكلين، كوليسترول ضار والكوليسترول النافع. الكوليسترول النافع اسمه اتش دي ال، والضار او الوحش اسمه ال دي ال. للاسف السمنه بتزود من مستوى الكوليسترول الضار اللي هو ال دي ال او الكوليسترول الشرير ده، وبتقلل من مستوى الكوليسترول النافع اللي هو الاتش دي ال. مع ذلك نسبه الكوليسترول دي جوه الجسم بتحصل مشاكل ومضاعفات في الاخر بتؤدي الى ان الشرايين والاورده بتاعت الجسم بتضيق بسبب الترسب اللي حصل فيه، والدم هو ماشي مع في الشرايين دي، مع ان الشرايين خلاص حجمها ضاق عن الاول بتلاقي صعوبه في الحركه بتاعتها، وبالتالي بتدخلك في مشكله ضغط الدم اللي هو ضغط الدم المرتفع، لان اصلا دلوقتي الشرايين ضاقت وضغط الدم مش ماشي بشكل طبيعي زي الاول. كده حصلت مشكلتين لنفس السبب، ومع وجود الثلاث مشاكل اللي قلناهم دول اللي هو الضغط وتصلب الشرايين وكمان وجود مرض السكري، بتفتح بوابه قدامك عشان تدخلك في اي مشكله تاني. ومن المشاكل اللي بتدخلك فيها واللي هو المشكله اللي احنا هنتكلم عليها رقم 3 دي، واللي هو مشاكل القلب. واول حاجه في مشاكل القلب طبعا الجلطات، واول ما تحصل مشكله في القلب سواء الجلطات او سواء ذبحه صدريه، على طول الانسان بعد ما تحصل له المشكله دي والحمد لله انه اتلحق منها مثلا، بيفضل خايف بعد اللي حصل له ده كله، خايف يتحرك، خايف يعمل اي مجهود، خايف يبذل اي مجهود حركي، عشان هو خلاص اقتنع ان قلبه ما بقاش زي الاول. مع ان ده غلط. خد في بالك لاي مريض قلب تحصل له مشكله لازم ما بقاش نايم 24 ساعه، لان ليها مضاعفات بعدين تاني. ورابع مشكله برضه بيسببها السمنه واللي هو مشاكل الجلطات اللي بتحصل في الدماغ. جلطات الدماغ مش مقتصره بس على الجلطات اللي هو تجلط الدم وكده، لا هو بيحصل ساعات نزيف جوه الدماغ، بس هو الشهر الاكتر لجلطات الدماغ. مشاكل جلطات الدماغ دي او النزيف اللي بيحصل جوه الدماغ دي برضه بيكون من اسبابه القويه جدا السمنه، لان السمنه زي ما قلنا من شويه بتدخلك في مرض السكري، وكمان منها بتسبب ضيق في الشرايين. الاثنين دول مع بعض بيدوا سبب داعم قوي جدا ان يحصل فيه اي مشكله في الدماغ، ومنها الجلطات ومنها النزيف. مع اي مشكله نفسيه بتحصل للواحد يتضايق شويه بتلاقي ضغط الدم عنده رفع، هوب حصل له نزيف في المخ. والجلطه بتسبب مشكله عويصه جدا في الجسم، ان نص الجسم بالكامل لا قدر الله عند اي حد بتحصل له على طول بتسبب معانا ان نص الجسم بيتشل. هو مش بيتشل بالمعنى الحرفي، بس هو منطلق كلمه الشلل دي هي اللي مشهوره عليه، بس هو مش شلل بالمعنى الحرفي. خامس مشكله بتدخلك فيها السمنه واللي هي الدهون اللي فوق الكبد. ده بسبب برضه زياده نسبه الدهون في الجسم ومستوى الكوليسترول العالي جوه الجسم، فبيبدا الدهون
تترسب على الكبد، ودي مشكله ليها توابع تاني برضه مش عايزين نخش في تفاصيلها. سادس مشكله بتدخلك فيها مشكله الدهون دي او مشكله زياده الوزن اللي هي المشاكل المتعلقه بالمراره. بس كده اختصارا، المراره ليها دور مهم جدا في هضم الدهون. لما الكوليسترول بيعلى جوه الجسم والدهون بتزيد جوه الجسم بسبب زياده الوزن وزاد كمان الكوليسترول الضار، بتلاقي عندك ان جوه المراره دي تكونت حصوات، وبعد ما الحصوات دي تتكون تدخل في مشكله الالتهاب ومشاكل تاني لحد في الاخر لما بتعاني من مشاكل والم من المراره، والم وحش جدا وبيسمع في اماكن تانية من الجسم غير المنطقه بتاعته، فهو بيكون الم وحش جدا الم المراره ده لحد في الاخر ما بترتاحش الا لما بتشيلها. سبع مشكله بتحصل بسبب زياده الوزن اللي هو تاخر الحمل والانجاب عند الستات. عامه في مشكله بتحصل عند الستات اسمها بوليسيستيك اوفري سندروم او اللي هو تكيس المبايض. دي بتحصل بسبب عوامل مختلفه ومنهم وبشكل اساسي زياده الوزن، وكمان مقاومه الانسولين اللي احنا من شويه اتكلمنا فيها انها بتحصل مع زياده الوزن. هما الاثنين متركبين مع بعض، دي بتحصل ومعاها دي ودي بتحصل ومعاها دي. فتلاقي ان الست في الفتره اللي بتعاني من المشكله دي بتلاقي في صعوبه بالغه جدا انها تحمل بسبب ان مفيش بويضات طلعت بشكل طبيعي او تاخر الدوره او اضطرابها الى اخره، فده بيمنع انها تحمل. فهي مش بتحمل الا لما بتعالج المشكله دي، بتخفف من وزنها وفي اجراءات تانية كده بتعملها عشان تعالج المشكله اللي حصلت عندها بسبب زياده الوزن. ودي كانت مجموعه من المشاكل اللي بتحصل بسبب السمنه على سبيل الاختصار بس مش على سبيل الحصر، لان مشاكل السمنه كثيره جدا 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 ومش مشكله واحده بس اللي بتحصل، ده في مشاكل كثيره جدا بتحصل بيها. بس هنا انا جبت اشهر مشاكل بتحصل بسبب السمنه عامه لاي حد. ممكن تلاقي المشاكل دي في بيت واحد كلها اصلا. عشان كده نزول الوزن وانك تخس مش حاجه رفاهيه او حاجه جماليه او حاجه انك تخلي منظرك حلو وتخلي شكلك حلو كده، لا ده كله اسباب ثانويه واسباب جانبيه مش ذات اهميه زي انك تحافظ على صحتك بانك تنزل من وزنك. ومش شرط ان يكون عندك سكس باكس والحاجات اللي زي كده ووزن مثالي ولا اخره، على الاقل يكون وزنك معقول في الرينج طبيعي عشان ما تعانيش من الامراض اللي بتسببها السمنه بعدين. انت ممكن ما تحسش بيها حاليا بس مع تقدم العمر ولو بتعاني من السمنه هتدخل في مشاكل لا حصر لها، فالاحسن انك تنزل من وزنك ده. وبس كده ده فيديو النهارده. ما تنساش بقى اللايك والشير وانك تنزل تحت تشترك في القناه لو اول مره تشوفها، وكمان تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.